جالي رسالة ناشفة شوية على ستوري من الاستوريات اللي أنا بنزلها عندي عن الهالوين. هو شخص يعني عايش في مصر، هو مش مسافر أو كده، وكان بيقول لي يعني ما ينفعش تحتفلوا بالهالوين وحرام ومش حرام والكلام ده كله. طبعا أنا ردي هنا مش أنا مش طالع أرد على حلال أو حرام. تمام. انا بالنسبه لي الخروجه اللي انا خرجتها دي كانت زي حفله كده في المدرسه اسمها ترانك اور تريت، وكان فيها ناس مسلمين كتير. انا اصلا المنطقه اللي انا فيها باكستانيين كتير جدا ومسلمين. والناس اللي عايشين في امريكا هنا عارفين الباكستانيين يعني متشددين ازاي، وكانوا عادي في ناس لابسين خمار ورايحين، وفي منقبين وعادي، والناس كانت بتتمشى. اللي حاصل الاطفال لابسين ازياء، ولابسين اللي عاملين مكياجات وعاملين يعني بيحتفلوا بالترانك اور تريت، بيطلعوا كده يتمشوا، ايه ده لبسك حلو، الله بص الكاستوم اللي لابسه مش عارف ايه، ويوزعوا كاندي. مفيش حد خارج يتعبد للشياطين ولا آلهة الشياطين ولا اي نوع من الانواع دي. طبعا انا قبل ما اطلع او قبل ما اخرج، انا ابني قايل لي احنا رايحين نجيب كاندي ومش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا يعني احنا في اي حفله ولادي عارفين، يعني يشوفوا هم صغيرين بس عارفين، يقول الكريسماس مثلا ده مش بتاعنا، ده الحق فيه النهارده. احنا اصلا اغلب الناس ما تعرفوش، بالذات حتى المدارس اللي احنا عندنا، كل اي عطله رسميه عندنا اجازه. احتفال الهنود، احتفال اليهود، احتفال المسيحيين، احتفال المسلمين، عيد الفطر بناخده اجازه. فكل الاحتفالات بياخدوا فيها اجازه. تمام. طبعا في برضو يعني في عائلات وناس اصحابي يعتبروا زي عيلتي، قريبين مني بجميع الديانات وجميع العادات والتقاليد او الكالتشرز المختلفة اللي بنتقابل فيها. فصعب ان انت يعني ايه توجه او تبقى ليك اتجاه، يعني فاهمين قصدي. احنا خارجين عارفين يا جماعة، لا دي مش الحفلة دي. لا، وان سكند، الحفلة دي مش حفلتنا. اوه ماي جاد، الحفلة دي مش يس، الاحتفال ده مش تبعنا، بس احنا خارجين عادي نتبسط، مفيش اي اعتقاد ولا في اي ايمان باي حاجه، يعني موضوع ايمان بالشياطين وانت خارجين تتعبدوا للشياطين والكلام ده كله بعيد عننا تماما. احنا خارجين عادي، ولا تعبدنا لاي حد، خارجين بنضحك، في اغاني شغاله، ناس بترقص، ناس بتخض بعض، بيضحكوا، بيبصوا على لبس بعض، وكان بها. الحمد لله ناس كتير هنا عارفين دينهم، يمكن يكون اكتر من ناس عايشين في الدول المسلمة. وعارفين ان احنا خارجين، يعني مش بنتعبد او بنعمل حاجة يعني. جاي قريب عيد الشكر وعيد الديك الرومي، هيجي برضو ناس تقول لك ايه ده انت بتحتفل وقاعد بتاكل ديك رومي ومش عارف ايه. يا جماعة عيد قومي عادي، ولا بنعبد ديك الرومي ولا بنعبد الشكر ولا اي حاجة من الحاجات دي. عيد كان ناس بعد مجاعة وبعد بتاع كانوا بيشكروا ربنا وبياكلوا والكلام ده كله. احنا غير معتقدين بالموضوع، بس بيبقى يوم عطلة رسمية اجازة، زي ما حضراتكم بتروحوا تحتفلوا ب6 اكتوبر وبعيد الربيع وعيد الحاجات دي. ما بتعبدوش الفسيخ يعني ولا الرنجة. فهي القصة كده بعيدة عن التعبد او الاعتقاد، الناس خارجين يتبسطوا. ده بالنسبة لي، الله اعلم بالناس التانية ايه، بس انا فعليا خارجين عادي، يعني خارجين ان شاء الله لما تيجوا تعيشوا في امريكا هنا انتوا هتبقوا عارفين ان الناس بتبقى مستنيه اي عطله. حضراتكم طبعا انا بشوف في مصر دلوقتي الناس بتروح عاملين شجره كريسماس وعاملين وبيروحوا يتصوروا جنبها في المولات، غير ما شاء الله يعني موسم الرياض اللي عاملين احلى هالوين ومشي، والناس لابسين عفاريت وعاملين. المفروض نقول على دول بيتعبدوا اكتر من عندنا بقى يعني. بس هو ده اللي انا كنت حابب ارد. معلش الفيديو طويل شويه، بس حبيت ارد بسرعه.